بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة معانا طريقة تركيب البانوهات زي الشكل الموضح دوت معانا. دي أول حاجة احنا بنعملها، بنبتدي نختار البعد اللي احنا هنختاره ما بين الحيطة وبداية البانو. هنا أنا كنت مختار 70 سنتي عشان أبقى في نص الباب، عشان الجدار عندي ما كانش كبير. هنا أنا أخدت 70 من الحائط، ومن الأرض أخدت متر، عشان هنا كان هيبقى فيه تحتيها كنب. فاحنا الكنب دوت بيبقى ارتفاعه من الأرض لفوق 90 سنتي. انت أهم حاجة تبقى عارف المقياسات وانت بتركب، لأن هي أهم حاجة في البناوات المقياسات. وبعد كده بتاخد 50 وبتاخد من الأرض زيها المتر، وبتبتدي تاخد العلامتين بتوعك. يبقى احنا كده خدنا من الحائط 70، وبعد كده خدنا النقطة بتاعتنا، ومن الأرض لفوق متر. وبعد كده باخد بالارتفاع بتاعي، هنا كان متر وعشرين. هنا أنا أخد متر وعشرين عشان أنا سايب من السقف 20 سنتي. وبعد كده بتاخد من الحائط تاني. الفكرة دي بتعملها لو الحائط عندك مستوي. هنا هتاخد ال70 سنتي وتاخد المقياس بتاعك، بتاخد المتر عشرين، وبعد كده بتاخد من الحيطة زيها ال70 سنتي. لو الحيطة مش متساوية زي الحيطة اللي كانت معانا، بتجيب إدة أو عود أو أي حاجة مستقيمة وتثبتها، وتبتدي تحط عليها ميزان، وتبتدي تاخد العلام بتاعك. دي نقطة وحبيت أوضحها لك لو الحائط عندك مش مظبوط، عشان البانوه ما يطلعش معاك شكله معوج. هنا أنا بوريك كل الطرق اللي أنت ممكن تستخدمها من غير ميزان الليزر. بتحط الميزان المية كده، وتبتدي تظبطه وتاخد العلام بتاعك. أهم حاجة في البانوهات هنا التقسيمة بتاعت المقياسات، إن أنت تكون عارف مقياساتك مظبوط. أنا هنا باخد المتر عشرين، وباخد العلام بتاعي. هنا يبقى أنا خدت من الحائط 70، وبعد كده باخد ال50 بتوعي اللي هما حجم البانو، وبعد كده من الأرض 90، وبعد كده باخد من فوق المتر عشرين، وهاخد العلام بتاعي. وبعد كده بقيس من النقطة التانية ال50، وباخد العلام بتاعي. كده يبقى أول بانو معايا كده اتعلم معايا. وبعد كده بسيب الفرق اللي أنا محتاجه، ممكن 10 سنتي، ممكن 15 سنتي، ممكن 12 سنتي، ممكن 20 سنتي. دي بترجع لك انت وحسب المساحة اللي عندك، بس هو أجمل مساحة من 12 ل15، ولا بتبقى ضيقة ولا بتبقى كبيرة. وببتدي اخد البانوق الكبير بالمقياس بتاعه، انا باخد من فوق 15 ومن تحت 15، وببتدي اعلم المتر وعشرين من فوق والتسعين من تحت، او تجيب الميزان المية وتعملها على ميزان على طول، وتاخد العلام بتاعك عشان كلها تبقى موزونة. ده الكلام ده لو السيراميك عندي مش موزون. برضو انا بعرفك كل الطرق اللي ممكن تشتغل بيها والشغل بتاعك يطلع بجودة عالية. هاخد من الجنب التاني، هنا هاخد 20 سنتي. هناك كنت اخد 60 عشان الباب، وهبتدي انا اخدت ال20، وهبتدي اخد المتر عشرين، وهبتدي أعلق الإدة والميزان، أو هاخد من الحائط 20 من فوق مع المتر عشرين. هنا أنا وريتك الطريقة دي ووريتك الطريقة دي. هنا برضه أنا بشوف الحائط بتاعي مايل ولا لأ. أهم حاجة أحب أعرفها لك، أنت إزاي تاخد 50 أو 60 أو 70 البانوهين اللي في الكبار، البانوهين الصغيرين والبانو اللي في النص. إزاي بتقدر تقسم الحيطة بتاعتك، إزاي تقدر تقسمها الحيطة. عشان أنا أقسمها وابتدي أعرف أنا هشتغل إزاي، لازم أكون عارف المقياسات بتاعتي بالظبط، الفرق ما بين البانو واللي أنا هسيبه من هنا ومن هنا. أنا أول حاجة عملتها كنت عارف إن أنا هاخد من هناك 70 ومن هنا 20، يعني كده 90. ببتدي أطرحهم من حجم الحائط كله، وكنت آخد ما بين كل بانو وبانو 15 سنتي، يعني كده 30. 30 ومعايا 90، يعني أنا كنت بخصم متر وعشرين من حجم الحائط كله. وانا هعمل تلات بانوهات، يبقى انا ابتدي اطرح اقسمهم على الاتنين. يعني مثلا لو الحائط معايا 3 متر، انا هخصم منه المتر وعشرين. 3 من متر وعشرين هيبقى معانا كده متر وتمانين. متر وتمانين لو قسمتهم على الاتنين
هيبقى معايا كده 90 سنتي. 90 سنتي دي هيبقى البانوه الكبير، والتاني هيبقى معايا ال45 سنتي. فدي فكرة أنا حبيت أوضحها لك على أساس إن أنت لو حابب تشتغل بيها أو عايز تطلع البناهات بتاعتك مظبوطة بالظبط أو تعرف مقياسك بالظبط. هنا أنا خدت المقياسات كلها، خدت ده 50 والتاني 50، والكبير أخدته ب15 سنتي و15 سنتي، طلع معايا 1 متر و20. هنا أنا باخد شرينك العلام، هاخده على الأربع اتجاهات، وهبتدي أحدد الرسمة بتاعتي كاملة زي ما انتوا شايفين دلوقتي. هنا أنا معايا اهوت زميلي بيساعدني، ولو هو مش معايا أقدر أعملها أقدر أربط مسمار وأشتغل عليه وأخد بيه شرينك العلام، بس هو الأفضل يبقى حد معاك يعني بيسهل عليك الشغل. هنا زي ما انتوا شايفين أنا هاخد كل العلامات، وهنبتدي بعد كده نقطع كل المقياسات اللي احنا خدناها. هنا احنا اتفقنا ان الجبس هنا 50، ان هو هنا قصدي الفيوتك 50 و50 واللي في النص 1 متر و20، وكلهم ارتفاع واحد في 1 متر 20. هنا أنا باخد المقياس بتاعي على الأرض وببتدي أقطع كل المقياسات بتاعتي. هنا أول قطعية بتبقى القطعية المستقيمة. هنا باخد المقياس وببتدي أقطع المقياس المستقيم. طول العود البانو بيبقى 2 متر، 2 متر 40. يعني انت لو خدت 1 متر و20 بإمكانك تقسم العود نصين، ولو أزيد هتبتدي تاخد منه الحتت الصغيرة. يعني أنا هنا خدت 1 متر 20 وآخد 60 ومعاها 60، اللي هو 50 بتوع البانو. كده أنا عملت عود معايا فوق وتحت والشغل بتاعي. أنا هقطع كله وهبتدي أعرفكم إزاي تقطع الزاوية من غير ما يبقى معاك زاوية قطع، أو من غير ما يبقى معاك أي حاجة. يعني شغل بلدي تقدر تعمله في البيت عندك بطريقة سهلة خالص وتقدر تتحكم فيه. هنا أنا بقطع كل المقياسات، وهبتدي أوريك قطعية القطعية بعد ما أخلص كل القطعيات. هنا أنا بقطع البنوهات كلها، المقياسات كلها بحضرها مرة واحدة بالمقاس كله واحد، وهبتدي إن أنا أقطع بعد كده الزاوية. دي طريقة الزاوية. بحط عود صغير وببتدي أظبطه وآخد العلام من تحت، واجي على الجنب التاني نفس الكلام، أحط العود مظبوط من الطرف ومن فوق، وابتدي آخد علام من تحت، وبعد كده بقطع من الزاوية للزاوية. هتشوف برضو فكرة القطع معايا هيت دي، ولله الحمد كأنك مقطع يعني على مكنة. يعني دي أجمل طريقة وأسهل طريقة ممكن تشتغل بيها لو أنت معاك أقل الإمكانيات. أنا معايا حاجات كتيرة، بس أنا حبيت إن أنا بس أوضح لكم لو حد بيعمل في بيته مثلا ما هوش فني في الشغل وحب إن هو يعمل الشغل دوت بإيديه. أنا هنا بوضح له المقياسات، وبوضح له إزاي يقدر يعمل القطعية بتاعته وإزاي يقدر يشتغل المانوهات كلها حتى لو هو ما عندوش خلفية خالص عن الشغل. هنا أنا هوضحها لك مرة تانية. أنا بجيب القطعة الصغيرة هي اللي أنا شغال بيها، بحطها على العود متساوية من فوق ومن الجنب، وببتدي آخد العلامة أهو، وبعمل كده في الجنب التاني. بحطها معاه من الجنب وببتدي آخد العلام، وهقطع نفس القطعية بالزاوية بالظبط. أهم حاجة تكون إيدك مستقيمة وأنت بتقطع عشان القطعية معاك تبقى تيجي مظبوطة بالظبط. وأنا هنا برضو هعمل لك تيست ليها عشان تشوفها. هتيجي تبص هتلاقيها ولله الحمد مطبعة، مش مفيهاش ذرة فرق خالص، وبتبقى معاك بتبقى معاك على الحائط كويسة جدا جدا جدا. يعني ما بتحتاجش أي مجهود منك بعد كده. حتى انت لو بتسلمها للنقاش او انت اللي هتخلص او انت اللي هتشتغلها بعد كده، هتيجي تبص هتلاقيها مريحاك جدا. شايف القطعية عاملة ازاي؟ ما فيهاش ذرة لحام. وهقلبها لك الناحية التانية عشان تعرف ان هي من الجنب التاني برضو هتبقى نفس النظام بالظبط، ما فيهاش ذرة لحام. وهنا بقى هنبتدي خلاص ان انا هبتدي اقطع كله الزوايا،
والراجل اللي معايا هيبتدي يركب بقى الأعواد كلها. هنا احنا بنركب بمعجونة فيوتك عشان احنا هنسيبها لتاني يوم. بتركب على الخط بالظبط، وتبتدي تثبت المسمار صلب 3 سنتي ألماني لونه أسود كده، هو مسمار يا دوب انت بتثبت بيه بتلمسه للحيطة، وبعد كده يعني بتسيبه وتاني يوم بيتشال. هنا انا بقص والراجل معايا هو شغال بيركب كل الأعواد. هنا دي طريقة فرد المعجون اهوت زي ما انتوا شايفين، بوضحها لكم. ببتدي انا اساعده، انا خلاص انا قصيت كله، وببتدي اركب كل الاعواد بتاعتي، ونبتدي نخلص الشغل بتاعنا. ويا رب تكون بننفعكم ولو بالقليل. يعني احب لو في اي استفسار عندك تقدر تكتب لي في الكومنتات وانا هجاوبك على طول، مش هبخل عليك باي معلومة باذن الله. معلش هو الفيديو كان طويل شوية، بس أنا حبيت إن أنا أوضح لكم كل حاجة. هنا دي من أهم المراحل بعد التثبيت، إن أنت تنظف عليه بسفنجة أو حاجة مبلولة، تنظف على العود بحيث إن أنت تسيبه نضيف كويس للشغل بتاعك. عشان معجونة الفيوتك دي لما بتشد بتبقى قوية جدا، يعني هي بتبقى قوية جدا. وفي كذا طريقة لإن أنت تركب الفيوتك. البانوهات ممكن تركبه بسيليكون عظم، وممكن تركبه بلزق بالمصلب نازل جديد، برضه بيعمل معاك قوة ومتانة. احنا اللزق بالمصلب دوت اشتغلنا بيه قبل كده وعملنا بيه فيديو وعرفناكم طريقة شغله. بس المصلب بنتجه ليه هو واللزق لما بيكون الشقة متشطبة، لما يكون الشقة متشطبة وفي نفس الوقت انت عايز ان انت تخلص وتعمل فيها من غير ما يحصل فيها اي بهدلة. يا رب نكون بننفعكم ولا القليل، ونتمنى دعمكم وما تنسوناش من دعمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.